يا مساء الخير ومساء الفل عليكم واحلى ثلاث محللين. معاكم عماد غنيم ومعايا احمد صبري ومعايا اشرف محمد. بعدنا عنكم فتره ووقفنا فتره كبيره، ولكن الاحداث رجعت علينا سخنه. شايفين الاهلي والزمالك، شايفين الاداء مش احسن حاجه من الفرقتين. هنتكلم فنيات كتير قوي النهارده مع احمد صبري عن الاهلي، ومع اشرف محمد عن الزمالك. ايه الاسباب اللي ورا الاداء اللي مش احسن حاجه، سواء كان على في الدوري المصري او في افريقيا. كمان هل الدوري، طريقه الدوري السيزون ده كله عايز يبقى في التسعه اللي فوق، هو دي يمكن السبب. خلينا الاول نبتدي بالنادي الاهلي. هبتدي مع احمد صبري. مساء الخير ومساء الفل عليك، وقول لي ايه رايك وتقييمك للاحداث. ازيك يا كابتن عماد، ورجعنا لكم تاني ان شاء الله تبقى حلقة كويسة. آه، الاهلي بصراحة اداؤه متباين الفترة اللي فاتت، في 3 تعادلات في الدوري. هزيمة باتشوكا دي بتهيألي لو الهزيمة بضربات الجزاء لو كنا كسبنا كان ممكن الدنيا تبقى احسن كتير قوي. الاهلي عنده تخبط فني من المدير الفني من كولر. انا شايف مشكلة عند كولر. نمرة واحد. نمرة اتنين، عندنا اللعيبة، يعني في تشبع مثلا عند اللعيبة، في إصابات. الأهلي محتاج باين قوي ضعف السكواد بتاع الأهلي، أو احتياج الأهلي مع أي إصابات للعيب مؤثر زي طاهر اللي ما كانش أصلا في الحسبان. يعني لو محمد هاني، أكرم توفيق، إصابات كتيرة للأهلي. طبعا. يعني محمد عبد المنعم ما تعوضش لغايه دلوقتي، علي معلول ما تعوضش لغايه دلوقتي، مع احترامي لعطية الله. انا كمان خسرت نقطه مهمه أوي. خسرت 2 محترفين في خط الظهر. عندي باك ومساك في خط الظهر. طب انا دايما مشاكلي هي مشاكل هجوميه. عندي تاو ورضا سليم مش احسن حالاتهم، فانا ازاي يبقى عندي محترف قاعد بره؟ لولا صفقه وسام كان الاهلي فقد كتير الفتره دي. لسه هنكمل تاني برضو مع الاهلي وافريقيا والدوري، ولكن نفس النقطه برضو نتكلم فيها مع اشرف عن الزمالك والاداء. نشوف الاداء، إيه الاخبار الفتره اللي فاتت، وتقييمه ورايه عن الزمالك واللاعبين. أول حاجة مساء الخير عليكم، ورجعنا تاني للتحليل وكده. ويا رب بس نستمر كده على طول. نتكلم بقى عن الزمالك. لو هنتكلم على الجنرال عن الزمالك بصفة عامة، الزمالك الحمد لله الفترة اللي فاتت بصفة عامة هي بس العيب الوحيد فيه إن هو جوميز مشي. هو جوميز كان مدرب من اللي بيفهموا كورة كويس جدا. يعني احنا لو لاحظنا إن جوميز قيمناه كمدرب، هو كمدرب يعني عنده السكواد اللي هو مش احسن حاجه ده. كان بيعمل مطوشه، كان بيظهر دايما في المطوشه المهمه، وخصوصا يعني لاحظنا ان كل مطوشه الاهلي كان تقريبا جوميز اللي كان بيلعب مطوشه جامده جدا. وبالنسبه لزيزو خلاص، زيزو يعتبر ان شاء الله باذن الله هو ان شاء الله موجود في الزمالك وكده. بالنسبه بقى للموضوع السكواد واللعيبه والكلام ده، لا الزمالك محتاج كتير. انت عندك مثلا عمر فرج وميشيلات، دول يعني انا رأيي ان احنا نوفر فلوسهم ونحاول نجيب لعيبه احسن منهم، وخصوصا في لعيبه كويسه يعني. بس انا لو بصيت على الزمالك ان جنرال في افريقيا او ان جنرال في الدوري، لا هو الزمالك ماشي بنسق كويس، اللعيبه متعاونه، الدنيا جميله، في شويه استقرار وستيبل. اما بقى بالنسبه للمدرب الجديد اللي هو جروس ده، طبعا مدرب كويس جدا، بس لسه ايه عقبال ما نجيب الصفقات الجديده وعقبال ما الدنيا تمشي، الدنيا هتبقى احسن اعتقد يعني. بس في الجنرال الزمالك، لا الزمالك فيه ستيبل الايام دي شويه، وان شاء الله اللي جاي احسن بالنسبه له يعني. هرجع له تاني فعلا، بس نقطه حلوه. هو فعلا يعني مشي جوزيه جوميز فعلا فرق مع الزمالك، لانه فعلا كان مدرب بيعرف يتعامل مع التوليفه اللي موجوده والامكانيات اللي موجوده. ما كانش احسن حاجه، بس بيعرف يتعامل. خد بطولتين قاريتين، سوبر افريقي وكونفدراليه، فدي فعلا تحسب له. عشان كده فعلا فرقت النقطه دي. ولكن روس ان شاء الله يقدر ان هو يعمل حاجه، خاصه دي تاني ولايه ليه. هرجع تاني لاحمد ونكمل كلامنا عن الاهلي. كنت بتكلم معاه ان انا خايف شويه ان لما مستوى الخصم يزيد، احنا مطمنين افريقيا ان الاهلي متسيد مجموعته على اورلاندو وعلى شباب بلوزداد وعلى استاد ابيجان. وفي الدوري برضه الاهلي ماشي كويس، مفيش خوف. بس لما مستوى الخصم يا احمد هيزيد، هو ده المشكله. يعني هنرجع قبل ما نروح للنقطة دي، هنقول إن ناقص عند الأهلي. الأهلي محتاج رأس حربة. لو وسام مش في الفورمة أو مصاب، أنت ما عندكش رأس حربة. كهربا مش رأس حربة ولا حتى في الفورمة. الناشئ بتاعنا صغير واعد، لسه محتاج خبرات كتيرة أوي.
يبقى دي عندك راس حربة مش محتاجه، محتاج جناحين. مستوى حسين الشحات اللي هو المتذبذب ده، مستوى تاو اللي هو مش احسن حاجة مع انه لاعب تقيل. انا عندي رأيي برضو ان تاو لاعب تقيل، بس ستيل مش هو الاداء اللي احنا مستنيينه. اصابة رضا سليم، فانت عندك الخط الامامي كله محتاج يبقى عندك صف تاني او صف اساسي، ويبقى اللي موجود عندك احتياطي. عندك خط الوسط انت محتاج حد بيلعب نفس دور امام عاشور اللي برضو اداؤه متذبذب ومش مش ستيبل، مع انه احسن لاعب الفريق حاليا دلوقتي. فانت عندك في كل الخطوط تقريبا، خط الوسط وخط الهجوم والجناحين. الباك اليمين اصاباته ان شاء الله ما يرجع هاني. طبعا الاهلي في افريقيا ممتاز جدا، 7 نقط متعادلين بره مع اورلاندو اللي هو المنافس المباشر. ان شاء الله نيجي نكسبه هنا ونكسب الماتشين تاني، احنا اول مجموعه مرتاح جدا. الفكرة بقى في الأدوار، حتى ممكن في الدور ال 16 أو دور الثمانية اللي بعد كده مش أحسن حاجة. أنت عندك الفرق الكبيرة، الوداد مش موجود، الرجاء غالبا هيخرج. الترجي موجود، صن داونز فالترجي وبيراميدز وصن داونز والجيش الملكي والهلال ومولودية الجزائر دول الفرق اللي مع الأهلي. وأعتقد الأهلي بسهولة إن شاء الله يبقى في نص النهائي. من أول نص النهائي بقى نبدأ الكلام على الأداء ده. لا، في خطورة كبيرة جدا على الأهلي. لو فرق بتعرف تخترق بين الخطوط، احنا عندنا مشكلة. عندنا حلول أكرم. يعني. الحلول طبعا، أكرم لعيب قوي جدا بس بالكورة ضعيف جدا، بالكورة ضعيف جدا. عندنا الكروسات، يحيى عطية الله مش هو علي معلول ولا نص علي معلول، يعني مع احترامي للجميع. أشرف داري ما عوضش عبد المنعم يعني. أتمنى يعني أنا تريزيجيه لو هيلعب معانا هيبقى صفقة ممتازة جدا في الجناح الشمال. اللعيب البرازيلي ده لو عرفنا نخلصه، ايفرتون دي سيلفا، فريقه التشيكي طالب 3 مليون والاهلي عارض 2 مليون، يعني ان شاء الله ممكن تقرب في تفاوض. لعيب اشول كويس. الادريسي كان في كلام عليه. بغداد بونجاح انا شايف ان هو مش هيبقى اضافه للاهلي، يعني كان المفروض نجيبه من 5 6 سنين مش دلوقتي يعني. هو الحقيقة زي ما أحمد قال، إحنا مش متخوفين أفريقيا في المرحلة دي. متخوفين قدام لما نوصل للفاينلز بقى، لأن أنت هتخبط في الهلال اللي ماشي أول مجموعته بفوز خارج جوه وبره. وصن داونز برضو من الفرق اللي فعلا هتكون تحدي صعب قدام الأهلي. ومش خايف من بيراميدز قوي ولا الرجاء خالص ولا الوداد، مش الفرق دي كلها مفيش منها قلق. هو الخوف بس من صن داونز والهلال، الفرق اللي ممكن تكون مستواها الفني قريبه من الاهلي. لان الاهلي احنا محتاجين الفرص اللي بتيجي نخلص، يعني يبقى عندنا حلول. يعني لما الاهلي بيلاعب فرق في الدوري زي ماتش مثلا الاهلي وانبي، فرقه مترتبه دفاعيا، بنشوف الحلول والفرص بتبقى صعبه. هو ده اعتقد الفتره الجايه عشان الصفقات الجديده ممكن يضيفوا يكون عامل اضافه للاهلي وتدي نقط قوه ونحل الثغرات اللي في الاهلي. نفس الكلام. انا هخلي اشرف يتكلم عن تعقيب ليه على كلام احمد، وكمان هيتكلم بقى عن صفقات الزمالك، خاصه ان بعض اللعيبه مشيت زي سيف الدين الجزيري وخلاص احنا قلنا التجديد زيزو تمام. ولكن برضو الحلول، يعني برضو الزمالك انا خايف برضو قدام شويه لما يطلع الكونفدراليه. الزمالك متمرس في الكونفدراليه وبياخدها كتير وبيعرف يوصل وبيعرف يحل، ولكن الفرق هتبقى صعبه يعني. لان الجزيري مثلا هو اللي حل ماتش نهضه بركان هناك في المغرب السيزون اللي فات. فاسمع منك يا أشرف. أول حاجة بس عايز أعلق على كلام أحمد صبري بخصوص موضوع الأهلي. هو الأهلي الأيام دي الموضوع مش فني بنسبة 100%. الأهلي فيه تخبط إداري ما بين خلافات ما بين الجماهير واللعيبة أو يعني مش إداري بمعنى إداري، إن في خلافات. الموضوع كله مش كورة. الأهلي ولاعيبة الأهلي سواء، أنا ما كنتش أتكلم على إمام عاشور بس أنا كل لعيبة الأهلي مش مركزين في الكورة. محدش فيهم اللي هو مركز تركيز كامل في الكورة. ده أعتقد ده الجزء الأكبر في سبب التخبط اللي موجود في الأهلي دلوقتي. أما نيجي بقى للزمالك، لأ، هو الزمالك لو خدنا كده كخطوط، أنا مبسوط من عواد. عواد من ساعة السوبر الأفريقي بدأ يجيب مستواه. احنا كجوان انا شايف ان احنا مش محتاجين حد يقف في الجون. الدفاع مع عودة الونش دي حاجة حلوة جدا، بس الفكرة ان في عرض جاي لحسام عبد المجيد. فهي الفكرة ان لو حسام عبد المجيد مشي انت كده هتحتاج تجيب مدافع. وانت عندك كباك شمال، لا انت عندك بنتايج وفتوح عالميين الاتنين، وعندك يمين عمر جابر برضه محتاج تجيب له بديل. تيجي نص الملعب يعني مع كامل احترامي لأي نص ملعب في مصر، مفيش زي نص ملعب الزمالك دلوقتي. انت عندك دونجا وشحات او عبد الله السعيد تحفة، وناصر ماهر بعد ما يرجع، واحمد حمدي قبل ما يرجع. انت عندك نص ملعب الزمالك هو اقوى نص ملعب موجود في دلوقتي
في كورة، عندهم كورة، خصوصا أحمد حمدي خلاص راجع، وعندك ناصر كمان راجع من الإصابة، وعندك بقى نيجي عبد الله السعيد. عبد الله السعيد هو أحسن لعيب في مصر حاليا. مم. بالظبط، بالظبط. نيجي بقى للخط اللي قدام، انت عندك زيزو بعيدا عن موضوع تجديد، زيزو مش في مستواه. زيزو انا بتفرج عليه اخر 3 4 ماتشات، زيزو مش هو ده زيزو. يعني حتى ركزنا في المساهمة التهديفية بتاعته، لا مش ده زيزو. دايما عبد الله بيصنع العمر زي الجون اللي فات يعني هتلاقي ان زيزو برضو محتاج شوية بعد يخلص اجراءات تجديد العقد ده عشان ايه، يبدأ يركز في الملعب تاني. نيجي بقى للهجوم ووينج الشمال، احنا ما عندناش حد. ناصر منسي هو كويس، بس مش ده مهاجم الزمالك. هو المهاجم الاحتياطي اللي ينزل يحط لك جون ماشي، بس انت محتاج مهاجم تقيل. حد زي ايام مصطفى محمد قبل ما يحترف كان فعلا عندنا مهاجم تقيل. نيجي للناحيه التانيه، انت عندك كوندراك ميشالاك ومصطفى شلبي. الاتنين يعني بالنسبه لي، انت محتاج حد شبه اشرف بن شرقي زمان. انت ما عندكش حد، انت محتاج لازم تجيب لي مهاجم قوي بمعنى قوي، ولازم وينج شمال كويس جدا. غير كده اعتقد ان الزمالك ماشي بستيبل يعني، والدنيا معاه مستقره كويس. و... وعايز اقول حاجه على شيكابالا. شيكابالا يمكن ما بيلعبش، بس هو شيكابالا عامل مجهود جدا في ان هو بيلم اللعيبه وبيحاول السبورت ليهم، ودي حاجه يعني. وخصوصا دي خلاص اخر سنه شيكابالا، خلاص يعني هو دي اخر سنه، فهو دور شيكابالا اكتر من ان هو بيلعب، اللي هو عارف يلم اللعيبه دي، قائد للعيبه دي. بس ده اعتقد اغلب الكلام يعني على الزمالك يعني. انا بس هضيف حاجه صغيره على الكلام اللي قالوه احمد صبري واشرف محمد، ان كمان اللي مخلي الدوري كمان فيه سخونيه في الماتشات والفرقه كلها ند لند، الطريقه اللي بنتلعب بيها الدوري السيزون ده، اللي هو احنا بنلعب 18 فرقه هيلعبوا كل فرقه تلعب 17 مباراه، وفي الاخر بالنهايه يتم تقسيمهم لتسع فرق فوق وتسعه تحت. التسعه اللي فوق بس هم اللي هيلعبوا الدور اللي جاي على الترتيب الافريقي واللي هيفوز بالدوري وهكذا، والترتيب في كاس الرابطه والتسعه اللي تحت اللي هم هيلعبوا على الفرق اللي هتهبط. فيمكن ده اللي خلى الدوري من بدايته الفرق كلها متحفزه وعايزه يبقوا في التوب 9، عايزين يبقوا فوق عشان خاطر يضمنوا يعني يبعدوا عن تحت. يمكن ده اللي مدي يعني ماتشات صعبه كتير، شفنا ماتش الاهلي والمصري وماتش الاهلي والاتحاد وماتش الاهلي وانبي وفرق والزمالك. الزمالك برضو والمصري كان ماتش صعب قوي، الزمالك والجيش سيراميكا فعلا. دي اللي عامله سخونيه وعامله صعوبه للدوري، وعامله له فعلا من الاول شكل حلو. يعني انا بشكر جدا النهارده يعني احمد صبري كان معايا النهارده، وبشكر اشرف محمد كان معانا، وانا كنت معاكم عماد غنيم. هما ماشي، كلمه اخيره كلمه اسمع اخيره، اشرف بعد كده أحمد. لازم نتكلم عن محمد صلاح وعمر مرموش. محمد صلاح احسن لاعب في العالم بكل كلمه يعني، وان شاء الله ربنا كرمه السنه وخد الدوري الانجليزي وفضل على المستوى ده. لازم كنا نتكلم عن محمد صلاح وعمر مرموش جاي وراه. هم اعلى 2 لعيبه في العالم مساهمه تهديفيه. صلاح كسر ارقام خزعبليه يعني، جاب 17 جون و13 اسيست، ده يعني رقم ما نقدرش ان احنا ما نتكلمش عليه. وان شاء الله ان شاء الله مع نهايه الموسم والماتش الجاي يبقى صلاح ياخد الهداف وياخد الاساسيات وكمان ياخد الدوري الانجليزي عشان يا رب يحقق الكره الذهبيه يعني. ان شاء الله. كمان برضه اخد تعقيب اخير من احمد. طبعا صلاح لا غبار عليه، مش هتتكلم ولا مرموش. انا هتكلم بس على حته حسام عبد المنعم. اي لعيب، انا شايف اي لعيب مصري سن صغير يجي له عقد احتراف، النادي بتاعه اهلي او زمالك لازم يسيبه حتى لو بسعر قليل. اي لعيب، حسام، كريم الدبيس، ده يبقى عندك قاعده زي دول افريقيا، نيجيريا بتزود. اولا هو مش هياخد فرصه في الاهلي، حسام واخد فرصه في الزمالك، فانت يبقى عندك قاعده محترفين على مستوى ليفل اعلى تبدا يفيد المنتخب بعد كده. فهي دي النقطه اللي نهدفها. ولو صلاح وصل مع المنتخب كاس العالم وخد الدوري مع ليفربول، كاس يعني افضل لاعب في العالم محسومه الى يعني ما فيهاش فصال. ان شاء الله. شكرا ليكم وحلقه جميله يا رب، ونتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم، ويا رب نكون عجبناكم، ويا اللقاء ان شاء الله في حلقه جايه باذن الله. مع الف سلامه.